اهلا بيكم معايا مرة تانية. النهاردة هنتمشى في حي تاني من احياء انقرة. هو حي ياني محلة او المحلة الجديدة يعني. تمام. عشان توصل للمنطقة دي في عندك المترو. هو اسهل طريقة هنا المترو. لو انت جاي من كيزيلاي هتركب لغاية داميت افلار. داميت افلار. كيزيلاي يعتبر هو وسط انقرة. تمام. آه، المحطة اللي قبل داميتا فلار هي محطة ياني محل، اللي هي اللي أنا ماشي فيها، يعني اللي أنا الحي اللي أنا ماشي فيه. المحطة بتاعت ياني محل فيها التلفريك. بس التلفريك ما بيشتغلش إلا في أوقات معينة لما حسب حالة الطقس، لأن لو جو برد مثلا زي ما احنا شايفين دلوقتي، النهاردة مفيش شمس برضه وجو الشتاء مطرة، ما بيكونش شغال. بس أنا نزلت في محطة داميتا فلار، اللي هي باينه عندكم في الكاميرا، محطة المترو، عشان انا همشيكوا في المكان اللي فيه الاسواق واللي فيه الماركت وكده. تمام. والحته دي مشهوره بان هي فيها اسواق الذهب، يعني اللي عايز يشتري ذهب، اللي عايز يغير كده. فخليكم معايا، همشيكوا في ياني محل. تمام. خليكم معايا. اهلا بيكم مره تانية. انا دلوقتي وصلت على اول الشارع بتاع الحي بتاع ياني محلي. هو بص قريب جدا، هتنزل اهو من المترو، هتمشي الحته دي بس كده لغايه المحل اللي اسمه يابراك دونيرجيسي. تمام. بيبيع شاورما، محل شاورما. تمام. هنكمل، هنعدي الشارع. خلي بالنا دايما من اشارات المرور في انقره، عشان المشاة برضو بياخد تيكت، ف نستنى الاشاره بس. خليكم معايا. تمام. احنا ممكن دلوقتي نعدي الشارع. هنمشي كده. هي منطقة من المناطق الحية في أنقرة. أنا دايما بوديكوا المناطق اللي هي فيها أسواق، فيها روح زي ما بيقولوا، يعني تقدر تتمشى، تقدر تشتري حاجة، تقعد في مطاعم. تمام. ده ايوس بير، ده برضه سوبر ماركت اللي هو ايه 101. تمام. برضه محلات بتبيع أحذية. هنا بيبيع الشاورما مع العيران أو الحاجة المشروب ب24 ليرة. ده برضه الشاورما. كده احنا ممكن نعدي الشارع، الإشارة قافلة كويس. في برجر كينج هنا على الناصية بتاعت الشارع. انا هحاول امشي على الرصيف من ناحيتين بحيث اوريكم كل شيء، لان على الجانبين في محلات دايما. ده بيعمل كوكوريتش اللي هو اكله كده تركي.
ده الجراتيس بتاع الميك اب او مستحضرات التجميل، كوزماتكس، عامل خصومات. ده بيعمل حلويات بقلاوة وكده. هي منطقة جميلة جدا. على الناحية التانية من الطريق في اللي هم محلات الصاغة او بتوع الدهب، هتلاقيهم كتير قوي هنا. ده يعتبر سوق يعني، مش عارف يا الكاميرا هتجيبهم ولا لا. هو المحلات دي كلها دي كلها محلات صاغة عشان الذهب، اللي عايز يشتري دهب، اللي عايز يغير. وبيستخدموا الكارت برضو. وطبعا في دوفيز، في عندك دوفيز اللي هو الصراف. تمام. خلينا نتمشى مع بعض شوية. هي دلوقتي الجو الدنيا بتشتي مطرة. فأنا هحاول ان انا اخد المشي بسرعة شوية. ده محل اسمه بقلاوة، ده بيبيع بقلاوة بس. بقلاوة تركي جميل مشهور يعني. هي منطقة تعتبر زي برضو زي منطقة. هو في كل منطقة سكنية بيعملوا زي مركز، بحيث ان يبقى فيه كل المحلات اللي يعني الناس اللي ساكنة تتسوق فيها. ده بتاع شاورما. هي منطقة حية جدا وفيها بيوت تقريبا للإيجار، فيها بيوت للإيجار. هنلاحظ برضو أكتر الأماكن هنا كلهم صاغة، كلهم بتوع دهب. تمام. دي الحاجات اللي البراكوة بيفطروا بيها هنا. تمام. في عنده حلويات برضو ترى. الجو بدأ يشتي جامد قوي، بس انا هحاول ناخد طور سريع كده بحيث اوريكم المكان. والناس بقت تغطي البضاعة بتاعتها عشان الشتاء. في طبعا برضو أحذية، شنط. هنا ده اسطنبول اياكابو فوار، ومعرض أحذية. أي حذاء ب 100 ليرة، أحذية رياضية طبعا، بس مش ماركات. في ماركات تقليد بس يعني، بس هي كويسة. عامل فوار يعني معرض. ده زي بقال كبير أو سوبر ماركت كبير بيبيع جبنة وسجق التركي. ده
مركز او مول تبع البلديه، برضو في محلات جوه، بس هو طبعا ممنوع ان انا اصور جوه المولات. برضو في محلات اسعارها كويسه. انا بمشيكوا في الاحياء اللي هي تبقى الاسعار فيها كويسه، بحيث انت عايز لو تشتري حاجه او كده باسعار مناسبه ممكن تيجي هنا. دلوقتي اذان العصر دلوقتي، الساعه عندي 4. الراجل الناس بتغطي البضاعه لان الشتاء بدأ يبقى جامد جدا. هو الشارع طويل جميل ممكن تتمشى فيه، هتبسط منه قوي، بالذات يعني لما يكون بس مفيش شتاء. دي جواكت، برضو في محلات اللي بيبيع الملابس اللي هي المحلية أو بيسموها الشعبية، يعني 99 98 بلوفرات ب90. مش عارف الكاميرا جايبة ولا لأ. برضو أحذية، محل أحذية تمام، أسعارهم رخيصة جدا. الناحية التانية برضو في محلات أحذية. ده بيبيع الشالات والشربات والكبات او الكبات، الشبكه بيسموها بالتركي شبكه. تمام، يعني 29 30 ليره، اي حاجه ب 30 ليره جوه. تمام. في فلو طبعا، فلو كلكم طبعا اكيد عارفين فلو محل بتاع احذيه كله ماركات واسعاره جميله جدا. كله ماركات، احذيه ماركات. في واحد تاني برضه بيبيع اشاربات، اشارب ب 40 ليره، اي اشارب، وفي اشاربات ب 20 ليره جوه. مقبول ده، مقبول ده تخصص يعني بيبيع مكسرات وملبن اللي هو الحلقوم او اللكم، اسمه مقبول. برضه هنلاقي هنا واحد بيبيع ملابس شعبية، شرابات وبلوفرات وملابس اطفال، واسعاره جميلة جدا. يعني الاربع شرابات ب 15 ليرة. البيجامات طبعا اشهر محل في تركيا كلها اللي هو LC وكيكي، طبعا لازم يكون موجود في كل حته. ده برضو ده محمصة، وهنا ملابس
ملابس شعبية برضو انتوا شايفين لو كاميرا جايبة. طبعا هو الجو شوية صعب، الدنيا بتشتي مطرة، بس هو في زحمة شوية يعني هو بيبقى أزحم من كده، بس يعني عشان الدنيا بتشتي فالناس ايه مقلقة شوية. الناحية التانية برضو في محلات كتير ملابس شعبية أو ملابس محلية. نفرجكم كده. هو كده احنا بدأنا نوصل لنهاية الفيديو. تمام. امل يكون الفيديو عجبكم. هو زي ما قلت لكم المكان جميل جدا. لو انت جاي من وسط البلد اللي هي كيزيلاي او اولوس، تركب لغايه محطه داميت ايفلار. تمام. وتنزل هتلاقي نفسك مفيش خطوتين هتكون في الشارع او المنطقه. تمام. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ونرجو منكم انتوا تشتركوا وتعملوا لايك، وانتظروني في فيديو تاني في حي تاني من احياء انقرة.